هيحصل إيه لو الفراعنة لسه موجودين؟ في البداية تابعنا عشان يصلك كل جديد، ويلا نبدأ. مصر هتبقى مملكة فرعونية مش جمهورية، والرئيس هيتسمى فرعون. هيكون في كهنة وحكماء جنب الحكومة بيأثروا في القرارات. مجلس النواب ممكن يتحول لمجلس الآلهة. الانتخابات مفيش، الحكم بالوراثة. الغرب على الخريطة الدولية، ممكن تبقى أقوى دولة في أفريقيا والشرق الأوسط بحكم الإرث التاريخي. دول العالم هتتعامل مع مصر باحترام مختلف تماماً. الأمم المتحدة فيها مقعد مميز لفرعون. إيه؟ عبادة رع وأوزوريس وإيزيس جنب الأديان الموجودة. الأهرامات مش آثار، دي قصور سكنية شغالة. الهيروغليفية لغة رسمية في المدارس. مهرجانات النيل بتتعمل بشكل ضخم زي زمان. المباني هتبقى على نفس الطراز الفرعوني بس بتكنولوجيا حديثة. التماثيل العملاقة في كل مكان زي اللوحات الإعلانية دلوقتي. السياحة مش هتتوقف أبداً، العالم كله هيجي يشوف الحضارة الحية. الذهب عملة رسمية ورمز للدولة. مشاريع ضخمة زي بناء أهرامات جديدة بتشغل الملايين. فرعون بيعمل تيك توك بالزي الفرعوني. خناقة على تويتر بين فرعون ورئيس وزراء دولة تانية. أنا فرعون مصر وأنا موافق على الرسالة دي في كل إيميل حكومي. الGPS بيقول اتجه يمين عند تمثال رمسيس. مصر كانت هتبقى مزيج غريب وجميل بين الحضارة القديمة والعالم الحديث. دولة فيها صواريخ وفي نفس الوقت بيعبدوا الشمس.